بإبراهيم. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه الصيام الدهر كله وإن صاما. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله عليكم صيام يومه فريضة وقيام ليله تطوعا،
من تقرب إلى الله تعالى فيه بأداء خصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو الشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والشهر المواساة، والشهر يزاد في رزق المؤمن فيه. من أفطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من أفطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. فهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما على ظمأ سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ألا فطوبى لعبد وفق لمتابعة سنة خير العباد، فإن ذلكم التقوى، والتقوى خير الزاد. وقد قال تعالى: وهي آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة، حضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه، فقال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية: ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100. ومن صلى علي 100 كتبت له براءة من النفاق، وبراءة من النار، وبراءة من العذاب. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجدوا ذلك عند الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين: الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين،
واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريان واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. جنبنا بذلة خليص القلب ولا مكان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.